انا من بلدي، انا من بلدي، انا من بلدي، بلدي، مبسوطين يكون معانا كاتب فيليب فكري. احنا الحلقة النهاردة عن او اسمها يوميات ابتي ساخر، واستاذ فيليب هو اللي كاتب الكتاب، ونحب نسمع اكتر عن الكتاب وعن حضرتك. الكتاب اسمه أنا من البلد دي، يوميات قبط الساخر. أنا من البلد دي ده يعني أكتر منها إقرار، هي تأكيد، وهي معمولة بشكل صرخة زي ما يعني أستاذ مصطفى حسين عاملها. أنا من البلد دي فيها صرخة إن أنا بأكد أو بذكر إن أنا من البلد دي. وطبعا تيمنا بالأغنية الشهيرة بتاعت أنا من البلد دي. يوميات قبط الساخر لأن حبيت أتكلم عن يومياتي، يعني عن حاجات عشتها بس مش بشكل صادم. احنا دايما احنا شعب دمه خفيف. الشعب ده ما ينفعش اجي عايز اتكلم عن قضيه زي دي اروح عامل كتاب اسمه اضطهاد الاقباط في مصر مثلا، او التمييز الديني ضد الاقباط. الكلام ده صادم جدا ولا حد هيشتريه وغير مقبول. يعني ممكن نناقشها في ندوه او كده، مش كتاب الناس هتجيبه. لكن لو قعدت صياغه الموضوع ده بشكل ساخر هيبقى في قبول اكتر. غير ان في معلومه طبعا ان الحاجه لما تمر عبر نكته بيبقى الاستيعاب بيتضاعف 14 مره. يعني احنا لما نيجي نقول مقال ساخر مثلا هنلاقيه بيعلق مع الناس اكتر لما بنقوله بشكل جدي. فحبيت احكي مواقف عشتها بقى من طفولتي لحد دلوقتي بشكل يكون ساخر ودمه خفيف. وهو يعني كان عليه اقبال، يعني هو في 2011 كان من اكتر 10 كتب مبيعا. تمام. فالناس قبلته وكانت عاوزه تقرا وتسمع. فلو اتكلمنا اكتر عن محتوى الكتاب وكان بيتكلم عن ايه؟ يعني بالنسبه للقبول الحمد لله عمل قبول كويس سواء في مصر او خارج مصر، وتعرفت على ناس كتير قوي من خلاله، منهم سلفيين مثلا، ومنهم بقوا اصدقاء ليا. يعني هو الجميل واللي انا مبسوط منه ان الكتاب ما اترفضش بشكل واضح. يعني حتى من اللي ليه اعتراضات عليه. كان عندك تخوف انه يترفض؟ كان عندي تخوف ان الموضوع شائك شويه واحنا هنستقبله ازاي وكده. اللي واقف يعني معايا في الكتاب عشان يطلع معظمهم مسلمين او كلهم. يعني مصطفى حسين، استاذ مصطفى حسين الغلاف، استاذه فاطمه نعوت اللي ليها الدور الاكبر في القضيه نفسها ومعايا في الكتاب، هي اللي عملت التصدير، واستاذ محمد هاشم دار ميرت الناشر. فده كان حاجه لطيفه جدا ان هم اللي يساعدوا في نشر الكتاب ده. ما كانوش كمسلمين يعني حاسين بالاهانه ان انت بتقول على مسلمين تانيين انهم بيضطهدوك او بيميزوا ضدك او اطلاقا كده؟ بالعكس اطلاقا. يعني كانوا بيساعدوا ان الكتاب ده لازم يتشاف ولازم يتقري. هي الفكره مش قايمه على فكره الاضطهاد، لان الاضطهاد ده نتيجه. يعني الاضطهاد ده نتيجه لثقافه، نتيجه لمفاهيم مغلوطه، نتيجه لمصطلحات مش مظبوطه. فانا بحكي الموضوع من اوله. احنا يعني ايه الثقافه، الناس البسيطه. احنا ممكن نلاقي لو جيت اسال واحد على عنوان مثلا هيقول لي هتمشي على طول، هتخش شمال هتلاقي لا مؤاخذه كنيسه تخش من جنبها يمين. طب هي لا مؤاخذه ليه؟ يعني الكنيسه معروفه او كلمه لا مؤاخذه دي بتتقال للتعبير الغير مهذب، يعني او هنقول حاجه سقيه يعني، فبنقارنها بلا مؤاخذه. ليه الثقافه دي جايه منين؟ ليه لما حد يجي يسأل على صيدلية ولا حاجة يقول له تلاقي صيدلية الدكتور جورج ده راجل مسيحي بس طيب؟ يعني عندنا مصطلحات كتير بتتقال، الناس دي ما تقصدش انها تضايقني او تضايق المسيحيين. دي بقت ثقافة. بس هل بتحس انه ده ما بين مسيحي ومسلم، ولا احنا بقينا كشعب بنميز ما بين، يعني هي الراجل بدقن لكن برضه لا هو كويس؟ طبعا هي الثقافة. زي التقرير اللي حضرتكم عرضتوه من شوية بتاع الأطفال. طبعا خطير جدا ان الطفلة تبقى شايفة ان الحجاب ده حاجة وحشة، دي حاجة خطر جدا، ده عيب عندنا، عيب في بيوتنا. احنا لازم نقول لهم، يعني لازم نعرف أطفالنا، او زي ما انا بعمل مع ابني،
الحجاب ده زي ما احنا دي علامة، دي إشارة، زي ما أنا عامل هنا حاطط بدق الصليب على إيدي، دي إشارة للناس دي إشارة للديانة، في ناس بتعملها وناس لا، مش حاجة وحشة. هي الفكرة إن احنا مشاركين في ده برضو، زي ما في أحد المتصلين قال يعني احنا ليه بنبقى عندنا التمييز ده في الثقافة، في ان انا ابقى رافض الاخر لمجرد الرفض. يعني ده حتى كلمة احنا طبعا يعني في باحثة امريكية قالت على الرغم من الفقر والجهل اللي بيعيشه الشعب المصري الا ان الحضارة تحت جلودهم. وده كل ما يكمن وننسى نلاقيه طلع تاني وطلع على السطح تاني. والحضاره دي ايه؟ الحضاره دي اللي هي السيفيلايزيشن دي كلمه جايه من سيفيليت اللي هي معناها في القاموس الادب والرقي في التعامل مع الاخر. يعني دي الفكره. فاحنا على كل اللي بنمر بيه ده يعني من 2000 سنه او من قبل كده، يعني فكره الاضطهاد دي يعني متلازمه مع المسيحيين من بدءا من السيد المسيح نفسه ومرورا بالعصور الرومانيه وهكذا، بعد كده الفتح العربي. وكان في برضو احد المتصلين قال لك احنا ليه من 50 60 سنه ما كانش فيه الكلام ده؟ لان بعد بناء الدوله الحديثه على ايد محمد علي هو قضى على كل اشكال الاضطهاد دي، مرورا بعد كده اللي هو الخديوي السعيد. في عصر السادات تحديدا يعني ابتدى الموضوع ده يرجع تاني بشكل او باخر، ابتدت الثقافه دي تدخل تاني. يعني احنا بنعلى ونرجع، لكن في الاخر الحضاره جوانا. انت كنت بتتكلم على كمان الاطفال انه ده عيب عندنا انه اوقات بنعلم حاجات واحنا مش واخدين بالنا. هل في بقى حاجات تعليم واحنا واخدين بالنا في الكنيسه بيأثر في ازاي المسيحيين بيفرقوا ما بينهم وبين ناس تانية؟ طبعا هو للاسف احنا بنعيش احداث بتبقى غصب عننا، الاطفال بيحسوا بان في تاثير وفي اختلاف. انا ما اقدرش ابعده عن احداث زي اللي احنا عشناها الفتره الاخيره وكده، وحرق الكنائس وخلافه. ما اقدرش ابعد ابني عن انه يشوف الكلام ده مهما حصل، والكبار كمان، يعني اقصد الاثنين. بالظبط. معانا استاذ ماهر تليفون، معلش. اتفضل. الو الو. ايوه استاذ ماهر، اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك، عندك تعليق؟ بس من فضلك ارفعوا الصوت شويه عشان واطي قوي. حاضر، الصوت هيترفع ان شاء الله. اتفضل. بتقولي حضرتك عندك تعليق؟ عندي تعليق. الو. ايوه احنا سامعين حضرتك. بالنسبه لتغيير ثقافه المجتمع ده مش مسؤوليه المسيحيين. احنا مش عايزين يبقى اطفالنا اندر بيرسكيوشنز وبعدين نيجي نقول ايه احنا المسؤولين عن تغيير ثقافه المجتمع. لا، المسؤول عن تغيير ثقافه المجتمع والاميه اللي فيه والتعصب، خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها. عشان الباشمهندس ضيفك العزيز بيقول ان انا زعلت لما لقيت الاطفال بيقولوا كذا. ما هو انت ما تعرضش اطفالنا وبناتنا للخطر لما تقول لهم ده حبوا احمد البقال ولا حسين بتاع اللي فاتح بوتيك. ممكن لو هي مست عليه او حبته ممكن يفهم لغتها خطأ، ممكن يفهم اللغه اللي هي بتتكلمها، بس ممكن برضو بولس البقال يفهم لغتها غلط بنفس الطريقه، صح؟ بالظبط. بس ساعتها ما فيش خطر، يعني خطر أقل. يعني احنا مش عايزين برضو ايه تبقى نظرتنا فيها البساطه. الو معاك. مش عايزين البساطه توصل، لان الكتاب برضو بيقول ضررا يضر من يضمن غريبا. لكن المسؤول عن تغيير ثقافه الانسان البسيط اللي بيوصف مكان جنب كنيسه او بيوصف عياده لواحد مسيحي وبيقول لا مؤاخذه، ده مسؤوليه الدوله.
لازم ازاي؟ تبقى المسميات سليمه واضحه. طبعا الدولة عليها ما مسؤولية، لكن ما تعتقدش ان المواطنين برضو عليهم مسؤولية. واحنا بنربي ولادنا واحنا بنتكلم مع لو بعض سمحت عندي وبنتعامل صوت، مع أنا الناس، مش سامعك عندنا خالص. مسؤولية. علي الصوت، انا مش سامع خالص. علي الصوت شويه من فضلك. طب هو كده طيب. بتوع انت يالي البالتوك ولا الكنترول روم يعلوا الصوت شويه. هم سامعينك، اتفضل. طب لغايه لما اتفضلي، الكنترول كنت بتقولي يعلي إيه؟ الصوت، انا عاوزه اسمع رايك في الكلام ده. رأيي اللي أنا فهمته دلوقتي إن الأستاذ بيقول إن ما ينفعش أقول لابني حب فلان بنتي هو أو بنتي. إيه المقصود بحب؟ هو أنا ده مش أنا اللي بقول، أو مش ده فكري، أو ده إحنا دي الديانة بتاعتنا اللي بتقول، دي الآيات بتاعتنا اللي بتقول. لما أقول باركوا لعينيكم وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم، الفكرة مش أنا التسامح ليه شكل. التسامح ده مش انا اقبل الخنوع، مش انا اقبل الرفض، لا انا بعترض، انا عامل كتاب بعترض بيه على الكلام ده وبطلع اقول الكلام ده. لكن المفهوم الغلط خطر جدا جدا، ان انا اعلم ابني الكره اكتر حاجه خطر. ولو احنا بنقول ده نتيجه رد فعل لافعال، يبقى احنا بنقع في جرائم. يعني انا خلاص اللي هيجي يحاول يعمل حاجه، او انا يعني احنا دلوقتي لو احنا اغلبيه هنعمل نفس التصرف. هي احنا واقعين طبعا في ثقافه غلط. الثقافه دي واقعين فيها كلنا، ان انا اوصل ان نتيجه رد فعل لاحداث بتحصل والمواقف وشايف شبه كره من بعض الناس اللي هم اقليه. لان في الاخر انا بقول لحضرتك الحضاره بتاعت مصر محافظة على النسيج، ومش ده مش كلام انشا. احنا لو كنا بنعيش يعني لو البلد دي اي بلد تانية كان زمانها تحولنا لحاجة تانية خالص. احنا لما جت برضو في باحثة امريكية خدت عينات من كل دول العالم عشان تعمل موضوع العرق، نشوف الاعراق بتاعت الدول، وطلع حاجات كتيرة، نتائج صادمة جدا، منها مفيش حاجة اسمها العرق الآري مثلا وكده. فلما جم هنا في مصر وخدوا من كل النجوع والقرى والكفور والمدن عينات من كل الجنسين والديانات، لقوا ان نسبة التشابه او التقابل بين المسلم والمسيحي 98%، يعني تقريبا واحد، مفيش فرق في الجينات. فراعنة وعرب والكلام ده مفيش الكلام ده في جينات، لان في الاخر انت اصلك مصري، واذا كان في نسبة وافدت يعني وافدة مع الفتح العربي، دي نسبة ضئيلة جدا. بس انا عندي سؤال، يعني انا عشان ما يبانش ان ما فهمناش الراجل خالص، لان انا حاسه ان هو بيقول انا احبه بس لازم بشويه حذر كده. يعني يمكن يكون بيقول كده او مش بيقول كده، بس افرض بنقول نبقى عايشين مع بعض تمام وكده، بس في مسافه حذر، لانه لا ممكن الشخص ده يضرني. انت لا طبعا انا مش مع الكلام ده خالص اطلاقا. مين الشخص اللي هيضر؟ الشخص اللي هيضر احنا برضو في المجتمعات. انا ليه بقول في الناس البسيطه اللي بتقول لا مؤاخذه كنيسه؟ لان هو مش بيبقى قصده يضايق حد، هو بتبقى ثقافته كده، وده نتيجه طبعا الدوله، ونتيجه زي ما بقول يعني من وقت السادات ما ابتدى يطلع الجماعات دي والفكر ده على السطح، عشان اذا كان يحارب بيه الاشتراكيه وهكذا. ده نتيجة ثقافة، واحنا شعب بسيط، لكن مش نتيجة تمييز. دي مرحلة تانية، يعني المصطلحات اللي بنتكلم فيها دي مرحلة تانية. فان انا ابتدي لا انا اعلم ابني كويس، افهمه كويس، اشرح له كويس، افهمه ان اللي بيحصل من تخريب وحرق للكنائس دول مش مسلمين، دول مجرمين. دي جريمة. الجريمة دي ملهاش علاقة بالدين، دي الناس دي مجرمين وليهم يعني عايزين سلطة، وعايزين كرسي، وعايزين فرض رأي، وعايزين حاجات كتير، وبيعملوا كده. يعني حتى لما ابني سأل لي طب ليه في الكنائس؟ يعني اشمعنى بيعملوا كده في الكنائس اذا كانوا هم مجرمين؟ فقلت له عشان احنا الهوية بتاعتنا، عشان ده صراع هوية. بس السؤال كان واشمعنى المسيحيين ما بيعملوش كده في المسلمين؟ عشان تمام، عشان الفكرة مش فكرة دينية، لازم افهمه كده من وهو طفل. الفكرة مش فكرة دينية، في ناس فاهمة غلط.
واذا كنا برضو احنا لازم نعرف ان في العصور الوسطى مثلا في اوروبا كان في الكنيسه هي اللي كانت بتحكم، وكان في كل انواع الاضطهادات والتمييز والظلم، يعني الشكل الديني للحكم فعلا نفسه. في ناس واصله لفكره انه لا ده ليه علاقه بالدين، وحاسين انهم فهموها صح، يعني حاسس بعد ما وصلوا للحل ده انهم فهموها كده صح. ماشي، ما احنا نعمل ايه؟ نوعي، نفهم. اللي فاهم ان ما هو اللي بيعمل جريمه ده، اللي بيروح يحرق كنيسه، هو فاهم انه بيرضي ربنا، هو فاهم انه بيعمل حاجه للدين، هو برضو فاهم انه فاهمها صح. هو كده، يعني هو واقع في كارثه، هي واقع في مشكله كبيره. ده دور اعلام، ده دور ان احنا نفرق ان الناس دي مجرمين مش مسلمين. الديانه حاجه تانية ماليش علاقه او اي ديانه، زي ما برضو حضرتك يعني اشرتوا ظهور اللادينيين والملحدين الفتره الاخيره، وده ظهر طبعا واعداد، يعني اخر احصائيه قالوا ان في الفتره الاخيره تعدوا 2 مليون او اللي تحول للموضوع ده، نتيجه شكل الحكم الديني اللي احنا كنا فيه. وهو طبعا مش حكم ديني، هو مظهر، مجرد مظهر او مجرد وسيله، يعني وسيله عشان يستقطب بيها الناس. والافعال المشينه اللي كانت بتتم على ايد الناس دي، ابتدت الناس تاخد موقف من شكل الدين بشكل عام، وطبعا من كل الاديان، يعني اللي الحد ده ولا اللي بقى لا ديني ده من الديانتين تقريبا. تعاملنا احنا ايه برضو مع الفكره دي؟ كان في حلقه شهيره جدا الاسبوع اللي فات في المحور مع شاب ملحد. احنا ممكن ناخد من الحلقه دي نموذج لقمه التخلف في التعامل مع الشكل ده. دي حاله قدامي حد لطيف جدا، ولد مهذب جدا وذكي جدا، انا جايبه عشان اثبت انه مجرم؟ اجيبه يعني مختل او مختل او مريض نفسيا، اجيبه واقعد اجيب جميع السلطات بقى، اللي هو ايه، السلطه القضائيه اتصل بمستشار قانوني عشان يقول لي رايي ايه في الجريمه دي، السلطه التنفيذيه نتصل بضابط عشان يقول راينا ايه في الجريمه اللي احنا فيها دي. ده مش كلام، ده هزار. وعشان كده الناس كلها تعاطفت مع الولد ده. الولد بيتكلم كويس، والولد ده بيفكر، والولد ده ذكي، والولد ده راح للي هو فيه ده نتيجه ثقافه وقرايه، مش نتيجه مرض نفسي ولا اضطهاد ولا غيره. التعامل اللطيف مع الحاله دي ان احنا في دكتور علم نفس اتصل، وللاسف هم ما ادالوش الفرصه عشان بيتكلم كويس، يعني واضح ان هو راجل لطيف فما حبوش يدوا له الفرصه. الراجل ده قال الملحد ده قال له انت دلوقتي لا تعترف بوجود الله، تمام؟ طيب وانت بنيت اللي انت فيه ده نتيجه للقرايه والثقافه والعلم، يعني هو قالها باقتضاب سريع بس انا توقفت عندها الحكايه دي. العلم يقدر يثبت وجود الشيء، ما يثبتش عدم وجود الشيء، ودي حاجه مهمه قوي. يعني انا بالعلم اقدر اخد عينه هواء من الجزء ده واقدر اثبت ان الجزء ده فيه اكسجين، لكن ما اقدرش اثبت انه ما فيهوش نيتروجين مثلا، ما ينفعش. مفهوم. لان الغلاف نفسه ممكن يبقى في جزء تاني وهكذا. فانت تقدر بالعلم تثبت وجود الله، تقدر بالثقافه والذكاء والتفكير تثبت وجود الله، لكن عدم الوجود لا يثبت. فاذا انت في مرحله البحث عن الله الى ان تجده يبقى خير وبركه، او لا تجده فده موضوع تاني. لكن فكره ان انت تجزم بعدم الوجود دي طبعا حاجه مرفوضه. والواد تفهم كده كان عنده استعداد يسمع، وعنده استعداد يسمع جدا، لان هو وصل لمرحله ان هو الشخص ده بيقرا ومقتنع بالعلم ومقتنع بالثقافات. ما جيش انا اعامله على انه مجرم. احنا معانا تليفون هناخده ونرجع تاني ليوميات ابتي ساخر. اتفضل. الو ريمون من اسيوط. الو. الو. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. حضرتك عندك تعليق؟ اتفضل. ايوه يا فندم. ايوه احنا سامعينك، لو بس توطي التلفزيون هيبقى احسن قوي. ايوه في تعليق. التعليق حاليا تمام، هو مصر من زمان تمام هي مضطهده.
اه مصر. كده تمام. تمام اتفضل. حضرتك مصر هي اساسا مضطهده. مصر تمام. كدولة يعني زمان. كلها؟ ايه؟ مصر كدولة يعني كلها؟ دولة او من زمان خالص هي اساسا مصر اساسا مضطهده. تمام. يعني ده فرح الكنائس بتاعتنا اللي احنا كده اللي احنا على صح، اللي احنا الدين بتاعنا هو اللي بيضطهد. تمام. ازاي نعلم اطفالنا تمام ازاي يحبوا بعضهم بعضا زي ما الكتاب المقدس علمنا. يعني في شباب مثلا بيقول لك زي ما هم ما بيعملوا احنا ممكن نعمل. طبعا وصيه المسيح ما قالتلكش كده، قال لك اللي ضربك على خدك الايمن نفله الاخر. مش شرط برضه هم بيفهموا الكلمه دي اللي احنا منتشره والناس كلها بتضربنا. لا دي وصيه السيد المسيح. فيليب عندك تعليق على النقطة دي؟ لا انا طبعا معاه ان احنا لازم نفهم، يعني نعامل ولادنا على انهم كبار ونفهمهم، ولازم يشوفونا ان احنا بنعمل كده. الاولاد مش هيعملوا زي ما احنا عايزين، هو هيعملوا زي ما احنا بنعمل. مش بنحط لهم قواعد ونقول لهم اعملوها لكن احنا بنعمل عكسها. لو هو شايفني ان انا بتعامل مع الحاج مصطفى اللي جنبي ومع عم احمد البقال كويس وان احنا بنحب بعض وكده، هيتعامل هو كده. لو شافني ان انا بقعد اجيب سيره الناس دي بشكل وحش وبشكل فيه كره وبتاع، هيطلع كده. هي دي الفكره. طيب انا نفسي قبل ما نختم نسمع موقف صغير من اللي انت اتكلمت عنه في الكتاب، حكيت عنه في الكتاب. تمام. هو مواقف كتير، ممكن نحكي على مواقف من الطفوله مثلا في المدرسه. انا حكي عن في فصل هنا اسمه الحصه الرابعه دين. الحصه الرابعه دين ده بتكلم على ان في يوم الثلاث ده بيبقى يوم رخم ملهوش لازمه كده، يوم وسط الاسبوع ملهوش، لكن بالنسبه لي انا كان يوم لطيف وحلو، لان جدول الحصص فيه ان الحصه الاولى حساب والثانيه عربي والثالثه دين والرابعه زراعه وخمسه فاضيه حاجه كده. فكان بالنسبه لي حصه، يعني كان واخد اليوم في العربي والحساب، لكن بقيه اليوم جميل، لان حصه الدين دي بالنسبه لي ماتش كوره في الحوش. فكان حاجه لطيفه جدا. فكنا نلعب في الحوش، وابتدي الناس اول يعني المدرسين يعدوا من جنبينا اول ما يشوفوا ولاد بيلعبوا، يعني فيبتدوا يبصوا لنا فيعرفوا ان احنا المختلفين. انا طبعا في الكتاب هنا مش قايل كلمه مسيحيين على مدار الكتاب، يعني قايل مختلف، لان ده شعور من وانا طفل ان انا حسيت ان انا مش زي بقيه التلاميذ معايا يعني. فيبصوا لوشنا نبان ان احنا المختلفين دول، فيروحوا ايه سايبيننا ونمشي. لحد ما مدير المدرسه شافنا بنلعب، فقرر ان احنا ما ينفعش نلعب في الحوش كده، وان احنا نقعد في حصه الدين. فقعدنا في حصه الدين، كنا بنحط راسنا على الدكه وكده، لحد ما ابله زينب تطوعت في حصه الدين انها تديني كتاب دين علشان اشارك، ما ينفعش اقعد بيه يعني في الحصه. فابتدت تديني عشان اشارك، ابتدت تطلب مني اقول، ابتدت تنهارني يعني ان انا مش ببسمل قبل القراءه وما بقولش صدق الله العظيم، وابتدت تسمع لي انا وبقيت اقراني من المختلفين، وهي شايفه انها كده بتعمل عمل دعوي يعني. ويعني لحد ما تصادف ان جه مدرس كيمياء في المدرسه اسمه صمويل، فبالتالي يقدر يدي دي حصلت. فبالتالي بقينا يحطونا في حته كده على سلم جنب حنفيات ميه مفتوحه كده وبتاع، عشان ناخد حصه الدين اللي ملهاش اي علاقه بالدين، لانه كان بيشرحها باسلوب الكيمياء تقريبا. وكنا بنبقى قاعدين متضايقين عشان عايزين نلعب الكوره. فده كان نموذج لطفل بيتعرض لتمييز، وهو بيشوفه بشكل ما من وهو صغير. انا ليه بيطلعوني بره الفصل؟ ليه الشكل المهين ده؟ ليه ما ببقاش قاعد في الحصه زي بقيت؟ ولما اقعد ليه اشارك في حاجه مش بتاعتي، مش عليا؟ وهكذا. دي ثقافات برضو ناتجه من فتره السبعينات. بتقدر تكلمنا عن الفصل اللي كان اسمه كنت بحب السيما؟ برضو انا في دقيقه واحده عشان الوقت. طيب انا كاتب عن فكره الابداع، حريه الابداع اللي احنا على طول بنتشدق بيها يعني. فبحكي عن بدايه زواجي، ان انا بحب السينما جدا، بحب السينما جدا، فمن كتر حبي للسينما كرهت مراتي فيه. فبقيت كل ما تحب تفسح نقول لها نروح على السينما، تقول لي طب نمشي مش عارف ايه، نروح فين؟ لا سينما وبتاع.
ولحد ما في فيلم كنت فيلم بحب السيما بتاع محمود حميدة وليلى علوي، قعدت اقنعها بقى وهي ايه يعني متدينه ولطيفه كده، فقعدت اقنعها ان الفيلم ده بيتكلم عننا واول مره نشوف فيلم فيه حاجه عننا ومش عارف ايه. ابتدت تقتنع ورحنا. فوجئنا بان الفيلم مستواه الابداعي عالي جدا جدا جدا، ولكن بيتعرض بشكل صارخ من بدايته ضرب ومش عارف ايه، حاجات داخل الكنيسه مش طبيعيه، مشاهد ساخنه داخل الكنيسه، شتايم مش طبيعيه، سب دين حصل على لسان ليلى علوي، قالت ملعون ابو الدنيا والدين، خيانه الزوجه لزوجها عشان صايم وهكذا. فهي دي حريه الابداع. وهل ينفع يحصل العكس؟ يعني انا شارح بقى حدوته بيني وبين زمايلي وكده، بس هل ينفع يحصل عكس؟ لو دي حريه الابداع ممكن اعمل زي اللي انت عامله دلوقتي في نفس المشاهد دي داخل المسجد، فالموضوع مرفوض تماما. فحريه الابداع برضو فيها كلام كتير وليها مقاييس كتير. شكرا جدا فيليب فكري، شرفتنا جدا. يوميات اختي ساخر، انا من البلد دي. نشوفكم الحلقه الجايه.